منتخب اسبانيا وفريق برشلونه، وبيتاثر على فكره فريق برشلونه لما واحد منهم بيغيب. يعني فعلا نص ملعب قوي جدا فريق برشلونه ونواحي هجوميه عاليه جدا. ده الهدف الثاني لميسي، طبعا الحاجات اللوب اللي بيحطها اللي بيجنن بيها حراس المرمى والمدافعين. وده كان الهدف ال31 لميسي في الموسم الحالي، وال150 لميسي في الدوري الاسباني من ساعه ما انضم لبرشلونه. ده الهدف ال150، وزي ما قلت لكم كان في لعيب اسمه زارا زمان بيلعب في اتلتيك بلباو، ده اكتر واحد في اسبانيا احرز اهداف في الدوري الاسباني، احرز 250 هدف او 251 هدف. فكده ميسي يعني ناقص له 101 هدف عشان يقرب له من لقب كبير هدافين الدوري الاسباني. بص الراجل وهو واقع ده، مين اللي عملها ده وهو واقع؟ تشافي. وده انيستا. بص هيديها لميسي، الراجل بيدي كباري عادي جدا مفيش اي مشاكل في اي حته، والجون طالع يعني قافل له الزاويه، راح حاططها له من فوق. ايه الناس بصراحه يعني مش كوبري في سنتي، رجع لي الكوبري ده كده يا كابتن بيومي. يا نهار احوس، الراجل ده بيعمل حاجات في الكوره غريبه قوي. كوبري يعني في مكان الواحد اساسا لما بيوصل للمكان ده بيبص على الجول على اساس انه يشوط على طول، لكن الراجل بيحط كوبري وبيعدي، وعنده يعني الدريبلينج او التحكم الكنترول بتاع الكوره ده غير طبيعي. الراجل اسمه ميسي ده يعني مش ممكن. ايه ده؟ ايه الكوبري ده؟ ده الراجل قافل رجليه مش عارف ازاي عدت. يا لهوي. والتاني طالع له اللي حارس المرمى طالع قافل الزاويه، لكن ما فيش بقى الشيب ده عنده الغرفه بتاعته دي اللي بيغرفها يعني في اي حته في الملعب. 31 هدف يا جماعه في الدوري الاسباني في 7. الواحد لما بيجيب